السلام عليكم يا عشاق الأسود. في لحظة واحدة اختلط الدموع والحزن بفرحة الإنجاز الصارخ. الوقت الذي كان فيه وليد الركراكي يلملم أوراقه بعد خسارته النهائي الكان المثير أمام السنغال، جاء الخبر اليقين من فيفا: المنتخب المغربي في المركز الثامن عالميا. نعم يا سادة، نحن الآن ضمن الثمانية الكبار في الكوكب الأرض، متفوقين على القوى العظمى مثل ألمانيا وإيطاليا وكرواتيا. ولكن وسط هذه الفرحة هناك سؤال يزلزل الشوارع الرياضية المغربية: المركز الثامن كيف يغفر للركراكي؟ هل هذا المدرب الذي قادنا لنصف النهائي المونديال والمركز الثامن عالميا هو الرجل المناسب لمونديال 2026، أم أن رأس الله فوق قد توقف هنا؟ اليوم سنكشف لكم الكواليس ما دار بين القجاع والركراكي بعد التصنيف الجديد، ولماذا يرى البعض أن رحيله الآن هو الحل الوحيد. دعونا نتحدث بلغة الأرقام التي لا تكذب. تصنيفنا في الفيفا أخير وضع المغرب في الرتبة الثامنة. هذا ليس مجرد الرقم، هذا اعتراف رسمي بأن الكرة المغربية أصبحت موديلا يحتد به العالم. الركراكي عندما تلقى الخبر لم يحتفل كما توقع البعض، بل كانت ملامحه تحمل مزيجا من الفخر والندم. الفخر لأنه مدرب الذي أوصل العرب وأفريقيا لهذا المركز التاريخي، والندم لأنه يدرك أن الفريق في المركز الثامن عالميا كان يجب أن يعود بالكأس من ملاعب إفريقيا. كيف نكون ثامنة عالميا ونخسر أمام السنغال التي هي خلفنا في التصنيف؟ هذا التناقض هو ما جعل وليد في حالة صدمة. وفي الكواليس الجامعة الملكية يقول إن فوز القجاع أكد للركراكي أن التصنيف العالمي جميل له، ولكن أن الجماهير المغربي تريد الذهاب لا للأرقام. وهنا بدأت الملامح صراع بين جيل حقق المستحيل في قطر وجيل يريد إثبات نفسه في إفريقيا. لماذا يطلب البعض برحيله؟ لنكون صريحين، بالنهائي الكان الأخير رأينا المغرب مختلفا عن المغرب في مونديال قطر. اعتماد مبالغ فيه على الكرة الطويلة البطيئة في اتخاذ قرارات التبديل والتماسك بأسماء قد لا تكون في أفضل حالتها البدنية. الجماهير المغربية معرفة، لكن تخاف على مستقبل المنتخب، خاصة مع تألق الأسماء الشابة مثل إلياس أخوماش وبن صغير والزنزوري. هل يستطيع الركراكي تجديد دماء بنفس الروح التي بدأ بها، أم أنه دخل في مرحلة جمود تكتيكي؟ هناك أخبار تتحدث عن أن الركراكي نفسه فكر في تقديم استقالته، معتبرا أنه قدم كل ما لديه، ولكن تدخل بعض الكبار في المنتخب حال دون ذلك. هل هي العاطفة التي تحكمنا أم العقل؟ الآن نحن على بعد أشهر قليلة من عودتنا لمعترك تصفيات مونديال 2026. القرار الذي سيتخذه القجاع والركراكي اليوم سيحدد مصيرنا في أمريكا وكندا والمكسيك. هناك وجهة نظر تقول من يوصلك للمركز الثامن عالميا الذي يحق في الفرصة الأخيرة. وليد الركراكي بنى شخصيا للمنتخب وأصبح خصوم يرتعدون بمجرد سماع أسود الأطلس. دي لافونتي مدرب إسبانيا قالها صراحة: المغرب مرشح لنيل اللقب مونديال 2026. هل نتخلى عن هذا المشروع الآن ونبدأ من الصفر مع مدرب أجنبي قد لا يفهم عقلية اللاعب المغربي، أم نجدد ثقتنا في المولنية مع تغيرات في الطاقم التقني؟ وفي الختام، المركز الثامن عالميا هو فخر لكل مغربي، لكنه أيضا مسؤولية ثقيلة جدا. الركراكي الآن في أصعب اختبار في مسيرته: إما أن يثبت أن قطر لم تكن ضربة حظ ويقود